يعني انت بتنتقد فكرة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم؟ مفيش اعجاز علمي، لا يوجد اعجاز علمي في القرآن، لا يوجد اعجاز علمي في القرآن، لا يوجد اعجاز علمي في القرآن. وثلاثي الله الدين الوطن مرفوض. ايه دخل الله بالسياسة؟ ايه دخل الله بالسياسة؟ ايه دخل الله بالسياسة؟ طبعا موافق ان هو يكون متاح كاختيار، ان واحده مسلمه تتجوز واحد مسيحي، ان واحده مسلمه تتجوز واحد مسيحي. انا مش شايف ان دوت في اي، انا عارف، انا بقول لك رايي بصراحتي. انا شايف ان الاختيار دوت لازم يكون متاح للمواطنه وللمواطن. انا شايف ان الاختيار دوت لازم يكون متاح للمواطنه وللمواطن. الكعبه يجب ان تكون محرمه علينا حتى نحررها من آل سعود. الكعبه يجب ان تكون محرمه علينا حتى نحررها من آل سعود. الكعبه يجب ان تكون محرمه علينا حتى نحررها من آل سعود. خليني ابدا كلامي بان ويكيدون ويكيد الله والله خير الكائدين. ويكيدون ويكيد الله والله خير الكائدين. احنا في منعطف ويمكر الله والله خير الماكرين. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اللي هي عايزاه تمثل مشاهد اغراء. بنتي تعمل اللي هي عايزاه متى بقى عندها 21 سنة. هي تصنع ما تشاء لان هي مسؤولة عن نفسها. انا رافض فكرة المحجبات. انا رافض فكرة المحجبات. ده ربنا ادى للناس اللي هو خلقهم حرية ان هم يكفروا بيه، حرية ان هم يكفروا بيه. انا اللي اقول انا ضد حرية الالحاد. لا عايز يلحد يلحد، لا عايز يلحد يلحد. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما قال هذا احد قط، ولا ينبغي لاحد ان يقول هذا الخطأ، انما يقوله السكارى والحشاشون. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن بشرط الا تدخل دين الاسلام. انت حر وانت بره، انت حر، لكن اعلم ان الاسلام دين له حدود التي اجمع عليها اهل العلم ان من دخل الاسلام طواعيا ليس قسرا لا يحل له ان يرتد عن الاسلام، فان فعل ذلك فحكمه القتل. عاجبك تدخل اهلا وسهلا، مش عاجبك مش ناقصين بلاغ. اذا انت توافق على تصدير الغاز لاسرائيل؟ انا لا اعرف تصدير الغاز لاسرائيل، انا لا اعرف تصدير الغاز لاسرائيل، انا لا اعرف تصدير الغاز لاسرائيل. المسلمون باتوا بغسل الراس، المسلمون باتوا بغسل الراس، المسلمون باتوا بغسل الراس. القرآن الكريم اذا تبناه بالسريانية فبيعطي كلمه الانجيل، واذا تبناه بالعبرانية بيعطي الكلمة الثاني التوراة، وإذا قرأ بالعربية كلمه الأخير هو له هذا الخاص بالمسلمين. تعترف بحق اليهود في الأراضي. فإذا تم استدعائك وتشارك في حلقة أو برنامج حواري على قناة إسرائيلية تقبل أم تقبل؟ نحن مرضى بعبادة الدكتاتورية، بعبادة الدكتاتورية، بعبادة الدكتاتورية. كل منا دكتاتور، هو عبد للسيد الدكتاتور، للسيد الدكتاتور، للسيد الدكتاتور. الفتح هو الغزو مع الاحتلال. انت جاي تنشر دين ربنا، اذا خلاص انت نشرت الدين، اتفضل روح. قاعد معانا بتعمل ايه؟ انما قعدت يبقى احتلال، انما قعدت يبقى احتلال. صلاح الدين ده واحد من الناس اللي بهدلت مصر. صلاح الدين ده واحد من الناس اللي بهدلت مصر، عشان بس تبقى فاهم. مينا دانيال صح. مينا ده كان يقعد يرش ويرجع ميه على وشه يقول لي قومي صلي الفجر. مينا ده كان يقعد يرش ويرجع ميه على وشه يقول لي قومي صلي الفجر واحنا في النداء. حكيت؟ لا هحج ان شاء الله لما النظام السعودي يسقط. طب وايه دخل النظام السعودي بالفجر؟ انا احبهمش، انا احبهمش، انا احبهمش. لماذا لا تصوم ولا تصلي؟ انا كنت بصوم والله وبصلي زمان، بصوم وانا عندي 8 سنين. اسمها الامراض بقى عندي قرحه في المعده. ولكن ما الذي يمنعك عن الصلاة؟ لا هو هقول لك انا على حاجه، انا فاهم الدين ازاي. ما هو انا برضو حلو ده، الاسلام ده حاجه عظيمه والنبي ده حاجه عظيمه. انا مش هقعد طول النهار اعمل كده، 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 انا مش هقعد طول النهار اعمل كده. ما في محرمات، ما في مقدسات، ما في ممنوعات، ما في خطوط. لا انا اقرره، لا اقرره، لا اقرره، لا اقرره. ما ينفعش ابقى داخل الاطار ده، ابقى مسلم انا اصلي بتاع حاجات.
وانا مندهش جدا البطاقه الشخصيه يقول لك الاسم السن الديانه 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 الديانه. انا حشاش انا حشاش انا حشاش. اليوم التفكير بلقاء الخالق وبلقاء ربك مفروض يصير عنده حسابات. انا متاكد انه هياخدني في حضنه ويقول لي انت جدع واخدش. انا متاكد من الحكايه. انا متاكد انه هياخدني في حضنه ويقول لي انت جدع واخدش. انا متاكد من الحكايه. واللي عايزنا الثوره المصريه هنطلع دين امه، واللي عايزنا الثوره المصريه هنطلع دين امه. عمنا العظيم احمد فؤاد نجم. عمنا العظيم احمد فؤاد نجم. عمنا العظيم احمد فؤاد نجم. شاعر الشعب بامتياز. شاعر الشعب بامتياز. أرسل ملاكا أرسل ملاكا أرسل ملاكا. وانا قلت ان انا كل ما هقابل قداسة البابا هقبل ايديه، وانا دي حاجة بعتز بيها جدا. بس الهجمة دي وانا قلت ان انا كل ما هقابل قداسة البابا هقبل ايديه، وانا دي حاجة بعتز بيها جدا. وسألناك وأنت بيننا أن تصلي من أجل مصر. أنت الآن في موقع أكثر قربا من الخالق، أكثر قربا من الخالق، أكثر قربا من الخالق. تكون صلاتك لنا بركة لهذا البلد، بركة لهذا البلد، بركة لهذا البلد. القامة القانونية الكبيرة ونحن نحتاج لمثل قامة سيادتك في الفترة القادمة الكبيرة، ونحن نحتاج لمثل قامة سيادتك في الفترة القادمة الكبيرة، ونحن نحتاج لمثل قامة سيادتك في الفترة القادمة مع سيادتك. شكرا جزيلا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. مش موجود في القرآن حاجة اسمها الحجاب بالمعنى ده. مش موجود في القرآن حاجة اسمها الحجاب بالمعنى ده. مفيش في السنة النبوية أي حديث يقول تحجبي، مفيش كلمة تحجب دي حتى. ما هو الزي الشرعي؟ وصف لنا إياه. الحشمة. الحشمة في الصعيد يعني مثلا. الحجاب؟ لا ليس الحجاب. لا ليس الحجاب. هل ورد في القرآن الكريم كلمة أو عبارة الزي الشرعي؟ لا 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 مش لم يرد. لم ترد. لا 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 مش لم يرد. لم ترد. لا 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 مش لم يرد. لم ترد. لما بيتكلم أي عالم من دول بيتكلم في إطار إنها مسألة ظنية. لما بيتكلم أي عالم من دول بيتكلم في إطار إنها مسألة ظنية، وأظن إن الثلاثة مستقرين على تغطية الشعر على ما أظن يعني، وهو ممكن إذا يعني على ما أظن بس مجرد إن الموضوع انتقل لدائرة الظنية عندي أنا وفي فهمي، بس مجرد إن الموضوع انتقل لدائرة الظنية عندي أنا وفي فهمي، بس مجرد إن الموضوع انتقل لدائرة الظنية عندي أنا وفي فهمي، القول بالوجوب فيه يضعف إلى أقصى درجة، يضعف إلى أقصى درجة، يضعف إلى أقصى درجة. وليضربن بخمرهن على جنوبهن وليضربن بخمرهن على جنوبهن. في أوائل التسعينيات قلت لوزير الأوقاف، هو الرئيس بيسمع بودن واحدة؟ مفيش غير فرج فودة وعبد العظيم رمضان وجابر عصفور وفاروق حسني، مش في علماء للمسلمين؟ أخبرني أنه قدم اقتراح ب5 يقابلون الرئيس والشيخ الشعراوي عليه رحمة الله والشيخ الغزالي، وذكر اسمي وذكر اسمين آخرين. فات مدة طويلة قال لي بعظمة لسان الرئيس مش عايز يسمع كلمة الإسلام، الرئيس مش عايز يسمع كلمة الإسلام. والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو. حدث الشيعي ده بالضرورة
زي السني هو مسلم، ده خلاف في المذهب، بس بينهم خلاف مذهبي وبينهم اصل واحد عقيدي. ما الشيعي ده مسلم زي السني بالظبط. الكفر انا منزله ومكانه، لكن عندي انا من التفاصيل برضو اللي بتضايقني جدا الاذان. الله اكبر الله اكبر. ايه يا عم الكارت الاصفر ده في ايه؟ ما بالراحه، هو انت عشان صاحب العماره وعامل جامع تحت عشان تاخد ميه تقرفني مش جاي. تعبان هصلي في البيت صلاه الجمعه، يقعد يزعق لك ويصرخ ويشتمك ان تارك الصلاه. يمكن اجي لك في يوم 3 يوم حد يوم. أتذكر ميكروفوناتنا بسوء؟ والله لنعلقن رقبتك في صحن الكعبة وثكلتك أمك. اذكر ميكروفوننا بخير. عموما والله العظيم الميكروفون ليس من عارف إبراهيم عيسى زي برضه حكايه الاعجاز العلمي في القران الكريم، الاعجاز العلمي في القران الكريم زي الصكوك الاسلاميه بالظبط. مش معقول القران الكريم ثابت تقيس عليه العلم اللي هو متغير دنيوي، ازاي مش فاهم؟ العلم بيتغير كل يوم. العلماء العرب والمسلمين ما قالوش انهم طلعوا الكلام ده من القران. المصحف تفتح المصحف وتطلع قنبله نوويه بقى، هتعرف تعمل عمليه جراحيه تغيير شرايين القلب، هنعرف نعمل عربيه بعد ما نقرا القران الكريم. ولا تخول لمحمد مرسي انه يغير شكل مصر وانه يدعي لنفسه سلطانه. هم اقرأوا كتابية أو سلطانية، لا ده سلطانية، مش سلطانية، لا سلطانية. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه. كتاب الله هي دي الكارثه الاساسيه اساسا. لا فاكر احنا في كام رمضان ولا كام زفت. طبعا لو كان تقطيع المصحف ده شيء مثلا خطير او انتوا عاملينه شيء كبير ليه تقطيع المصحف ده شيء يعني المفروض ان هو بديهي، ده انا همزقه مليون مره. ايه اهو دي المصحف مش عارف ده هو ده ابن الاحبه ده اللي في الارض اللي انا داس عليه برجلي دلوقتي ده. dialogue and compromise on our principles. What is? We are at a crossing the road. Either we are going a secular country that is civil country, a secular country, a secular country, a secular country, a secular country. يوم 30 يوم الناس يقتنعوا فيه ان خلاص اصبح لا امكانيه بحال من الاحوال ان تدار البلد او تقاد الدولة او يترأس الدولة نظام اسلامي او نظام ديني. واعتقد ان الفاشية الدينية الاسلامية قديمة جدا، لا تبدأ فقط بصعود التيار السلفي او صعود حركة الاخوان المسلمين. انا بؤرخ بداية الفاشية الدينية الاسلامية بفتح مكة، بداية الفاشية الدينية الاسلامية بفتح مكة. كان في حركة نشأت في مجتمع مكة سمت نفسها الاسلام. هو عمره ما هيقول لك انت كافر، بس هيقول عليك شويه حاجات لو حطيتها مع بعض تقول ان انت كافر. لكن اهم حدث بالنسبه لي واهم شخص بالنسبه لي في 2012 باسم يوسف. باسم يوسف جاب الخلطة السحرية، التركيبة العجيبة اللي ممكن من خلالها انك انت تكون مقبول في مجتمع محافظ زي المجتمع المصري، انك انت يكون عندك جمهور مشاهدين واسع جدا، في نفس الوقت انك انت ممكن تنقد الدين ورجاله بدون ان تثير غضب الاغلبية من المستمعين.
وبالوضع اللي احنا فيه النهارده فهو يعني اكثر مجهود متميز اليوم بيقوم به شخص هو باسم يوسف. عقود من الكتب ومن المؤلفات ومن المناظرات لن تجدي، عقود من الكتب ومن المؤلفات ومن المناظرات لن تجدي، عقود من الكتب ومن المؤلفات ومن المناظرات لن تجدي، في حين لحظه كوميديا واحده، لحظه سخريه كافيه انها تحول الدف تحول الدف تحول الدف تحول الدف. تفهمنيش غلط، هو مش بيكفر كونك ان انت ما تعرفش دينك، ما عندكش دين، معادي للشريعه، متمسك بدينه ويقول انا علماني. ما كذب ولا تحصل، ده ضد الدين 1000 مرة، يعمل ولا يشوف لاعب متدين. معادي للدين ما تخليكش كافر خالص، ده ضد الدين 1000 مرة، يعمل ولا يشوف لاعب متدين. وهو ده اصل المشكله، تفسيرهم هم وفهمهم للدين. هم بيبصوا لينا مش كمسلمين او مسيحيين، لا ككفار منافقين اعداء دين واعداء ربنا. لما يجي واحد علماني ايه الفرق بيني وبينه؟ ما تقولوش بقى فصل الدين عن الدوله ومش عارف الكلام اللي في كتب الخير، لا تقول له اللي بيني وبينك انت بتقول ان الحكم الا للبشر وانا بقول ان الحكم الا لله. ادي العمل. لا يوجد مسلم علماني يخلونه مسلم علماني، ما ينفعش. يبقى ازاي مسلم علماني؟ ما ينفعش، لا يستوي الامر، لا يستوي. العلماني هو الذي يريد ان يعزل دين الله عن الحياه، ما فيش حاجه اسمها دين. اقول له المعادله بسيطه جدا، زي ما انتم معتبريننا مش مسلمين، انتوا بالنسبه لنا ولا شيوخ ولا علماء. دلوقتي بيقولوا انتوا ضد الشريعه، ده ضد الدين 1000 مره، ويعمل ولا يشوف لاعب متدين. ما عادش حد بياكل من الكلام ده خالص. الدين اللي بتصدره لنا ده احنا ما نعرفوش خالص، الدين اللي بتصدره لنا ده احنا ما نعرفوش خالص. قله ادب العلمانيين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحبه، وارض اللهم عن ساداتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعينه ونتبع، والذي نحترم من يحترم، عادي من يمسه بسوء من قول أو عمل. صلوات ربي وتسليماته عليه الذي وصفه في قرآنه العظيم فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وقال عنه أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من سار على دربه واتبع هديه إلى يوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم. بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا.